مشهيتكم في ألذ وأروع كسكسو بالتفاية على الطريقة المغربية التقليدية الأصيلة واللي ما يمكنش يدوزو العواشر بلا ما نديروه. في طنجرة نديرو البصلة، الزبيب مرقد، العطرية اللي غتلقاوها لتحت، عويدة القرفة، ما زهر، زيت المائدة، ونخليوه يطيب نص ساعة على نار مهيلة. من بعد ما طاب نزيدو القرفة، الزبدة، العسل، نعليو النار وحنا كنحركو حتى تعسل لينا البصلة. وهذه هي التفاية ديالنا. في طنجرة نديرو العطرية اللي غتلقاوها لتحت، شوية د الماء، وما نساوش السمينة. نزيدو الدجاجة ديالنا اللي مشرملة، البصلة، الحمص، زيت العود، المعدنوس، ونخليو هاد الشي يتقلى. من بعد نزيدو الماء سخون ونخليوه يطيب على نار عالية. الآن نوجدو كسكسو ديالنا. كالعادة أنا كنستعمل كسكسو ديال الكنز، هناني من المشكل ديال التعجن وما كنفوروش كتر من مرة. نغسلوه بالماء ونخليوه يرتاح. من بعد نزيدو زويته د العود ونحلوه. منين طيب الدجاجة نحيدوها، ندهنوها بالزبدة والسمن وندخلوها للفران تحمر. نعمرو الكسكاس ديالنا ونخليوه يتفور. نحلو الكسكسو ديالنا ونزيدو له زويته د العود مرة أخرى، وبتفويره وحده كيجي حبه على اختها. ولا ديكوراسيون بدعوا ليا كيف ما بغيتو. عواشركم مبروكه وبالصحه والراحه. مشهيتكم في حريشات بالفرماج الحمر كيجيو زوينين، خصوصا مع هاد الفرماج اللي كنصاوب غير في الدار. كيجيو محمرين من برا ورطبين من داخل. ضروري تجربوهم مع هاد الفرماج وغادي تشكروني عليهم. ناخذ 3 د الكيسان ديال السميده الرقيقه ديال الكنز، الخميره الفوريه، سكر سنيده، الملحه، الزعتر، خميره د الحلوى، ونخلطوا النواشف. نزيدوا الزيت نخلطوها مزيان مع السميده حتى تشرب. نزيدوا الزيتون الخضر مع الفرماج ايضا ونخلطوا المكونات ديالنا مزيان. نزيدوا الماء ونخلطوا المكونات ديالنا غير بالصبيعات. نغطيو العجينه ديالنا ونخليوها ترتاح واحد 10 دقائق بالدور ولا باي قفاله. نديرو شويه السميده، نشكلوا العجينه على لا فورم ديال القفاله اللي عندنا ونطيبوهم على مقله ضروري تكون سخونه. سجلوا عندكم الوصفه وشاركوها مع احبابكم وبالصحه والراحه. مشهيتكم في محبوبات الجماهير مقيله ديال البيض ومطيشه اللي وعدتكم بها واللي كتجي غزاله مع الخبيزه ديال الدار اللي كنا صايبنا. تابعوا معايا المقادير. في مقيله نديرو زيت العود، البصله، الثومه، نخليوهم يتقلاو ونزيدو عليهم مطيشه، صوص طوماط، نزيدو الملحه، الكمون، البزار، الشونيه، نزيدو المعدنوس من الفوق، نخلطو مزيان ونخليو هذا الشيء يطيب. نزيدو البيض والعدد كيبقى حسب الاختيار. نزيدو المعدنوس ونخليو المقيله ديالنا طيب على خاطرها. سجلوا عندكم الوصفه وشاركوها مع احبابكم وبالصحه والراحه. مشهيتكم في ديك خيب مالحين كيجيو معلكين بحشوه واعره وصوص خطيره. سجلوا عندكم الوصفه وتابعوا معايا المقادير. في بلندر نديرو البيض، الزبده، الحليب، زلافه ديال الدقيق كنز، قبيصه د الملحه، ونخلطوا كل شيء. نمسحوا المقيله ديالنا بالزيت. طيبوا لي كريب ديالنا على نار متوسطه ونقلبوهم دغيا باش ما يتحرقوش. في مقيله نديرو زيت العود، البصله، فلفله مشكله، ثومه، خيزو، الملحه، شويه د البزار، الشونيه، الزعتر مع اوراق سيدنا موسى. نزيدو الكفته ونخليو هذا الشيء يطيب. نزيدو معدنوس من الفوق والحشوه ديالنا وجدات. نعمروا لي كريب ديالنا بالحشوه مع شويه د الفرماج حمر. نجمعوا لي كريب ديالنا على هذا الشكل، نديروهم في البيض في لاشابلور، عاود في البيض، عاود في لاشابلور، ونقليوهم على زيت سخونه. سجلوا عندكم الوصفه وشاركوها مع احبابكم وبالصحه والراحه. مشهيتكم في باستا بصوص فخوماجير كتجي معلكه وبنينه، وغنعطيكم الطريقه باش تصوبوا لا صوص فخوماجير بحال ديال المطاعم. تابعوا معايا المقادير. ناخذوا لي بات كنز. اليوم اختاريت لكم لي زانيليني. نديروهم يتسلقوا في الماء والملحه مع عريش ديال الزعتره. في مقيله ندوبوا الزبده، نزيدو 2 معالق ديال الدقيق، نخلطوا هذا الشيء حتى يعقد. من بعد نزيدو الحليب، نزيدو الملحه، البزار، الخرقوم، الكوزه، ونخلطوا كل شيء. نزيدو شرائح الشيدر ونخلطوه مزيان مع المكونات حتى يذوب. نزيدو الفرماج الحمر نخلطوه مزيان حتى يتجانسوا لنا جميع المكونات. وشوفوا معايا التعليكه د لاصوص فخوماجير. نزيدو عليها لي بات ديالنا، نخلطوه مزيان ونزيدو المعدنوس من الفوق. سجلوا عندكم الوصفه وشاركوها مع احبابكم وبالصحه والراحه. اسهل كيك بالليمون، زيت الزيتون والدقيق كومبلي. في بلندر نديرو الليمون، البيض، زيت الزيتون، ونطحنوا الكل. في اناء نديرو الدقيق الكامل ديال الكنز، الخميره، الفاني، سنيده، قبيصه د الملحه، ونخلطوا النواشف. نزيدو الشيء اللي طحناه نخلطوه مزيان مع النواشف. نديروه في المول ديالنا اللي دهناه قبل، ونعطيوه ساعه الا ربع في الفران. لا ديكوراسيون من اختياركم. وهكا غتكوني صايبتي اسهل كيك بالليمون، زيت الزيتون
والدقيق كومبلي. ما كنبغيش نحلف، ولكن هاد الوصفه غزاله وما شهيتكم فيها. عشيوه ديال الشعريه بالدجاج على الطريقه العربيه على بركه الله. في البرمه نديرو زيت المائده، دجاجه والحجم حسب الاختيار، الماء مع زعفران الحر، العطريه تلقاوها لتحت، شويه السمن، ونخليو الدجاجه ديالنا تقلى. من بعد نزيدو البصله، مطيشه، ربطه د المعدنوس، نزيدو الماء طايب حتى يغطي لينا كلشي ونغطيو عليه يطيب. ناخدو الشعريه ديال التفوار ديال كنز، نزيدو الزويته ونحاولوا باش نلبسوها الشعريه ديالنا كامله، نديروها في الكسكاس ونعطيوها تفويره وحده. من بعد نحلو الشعريه ديالنا ونخليوها تبرد. ناخدو الدجاجه ديالنا ندهنوها بالزبده وندخلوها الفران تحمر. نصفيو الخضيره ديالنا، ضامه البنه ديال الدجاج، نزيدو الشعريه. الا كانت الكميه اكثر من المرقه اللي عندنا نزيدو الماء طايب حتى تغطى الشعريه. نخلطو باستمرار حتى تشرب الماء ديالها. التقديم النهائي كيبقى من اختياركم وبالصحه والراحه. ما شهيتكم في الدنجه المقلي بطريقه جديده بتتبيله بنينه وكيجي مقرمش. ناخدو الدنجه نقطعوه صبيعات على هذا الشكل، نزيدو ليه الملحه ونخليوه يرتاح 10 دقائق باش يطلق الماء ديالو. نعصروه من الماء ونشفوه بورق المطبخ، نزيدو عليه المايزينا او النشا ونخلطو مزيان. نقليوه على زيت سخونه حتى يتحمر، وندوزو للتتبيله اللي فيها ثومه غبره، البصله غبره، المعدنوس يابس، الشونيه، السودانيه، شويه ديال دبس التمر. نخلطو الكل وتبرعي لي بآلة تصبيعات ديال الدنجال كيجيو كروكون. شاركوا الوصفه مع احبابكم وبالصحه والراحه. آلة جنيوحات ديال الدجاج مقرمشين في الفران مع صوص فخوماجير كتجي خطيره. جنيوحات الدجاج العطريه اللي غتلقاوها لتحت، ونخلطوا كلشي. ندهنوا الجنيوحات ديالنا بزويته د العود، نديروهم في صينيه وندخلوهم الفران يطيبوا. نديروا الزبده تذوب، نزيدوا عليها الدقيق ونخلطوا مزيان. نزيدو الحليب نخلطو مزيان حتى يعقد، نزيدو جبن الشيدر ونخلطو مزيان، نزيدو العطريه تعطينا اللون والمذاق. وهانتي صوبتي آلة جنيوحات ديال الدجاج مقرمشين في الفران مع صوص فخوماجير كتجي خطيره. ما شهيتكم في اسهل وآلة كاطو د العيد ب3 مكونات فقط ويعطيك كميه كثيره. ناخدو الفرص، ضروري تكون نوعيه جيده. انا كنختار كنز، بيضه كامله، الخميره د الحلوه، القرفه، شكلاط ديال الدهن. نخلطوا المكونات حتى نحصلوا على هاد لا تكستور. نشكلوا كويرات ونديروا قرقاع، لوز اولا كاوكاو في الوسط. نعطيوهم قسمين في الفران على 180 درجه. وهانتي يا لاله صوبتي كاطو في 10 دقائق، وتقدري ديريه حتى بالبيغ د كاكاوات. عواشركم مبروكه وبصحه والراحه. ما شهيتكم في شلاضه الحمص بصوص طوماط ولا داند كتجي واعره على بركه الله. في مقله نديروا زيت العود، بصله خضريه، ثومه، نخليوهم يتقلاو. نزيدو مطيشه، المعدنوس، الملحه، البزار، كمون، شونيه، ورق سيدنا موسى، 2 باكيات ديال صوص طوماط اولا ديال 110 غرام كيعطيوها مذاق واعر. نخليوها حتى طيب مع لي زانغريديون. نزيدو الحمص، نخليوه يشرب لاصوص مزيان. نزيدو لا دانت اختياريه، معدنوس من الفوق كيعطيه منظر ومذاق. بالنسبه لكم واش تحضروها سلطه ولا طبق اساسي؟ سجلوا الوصفه ترجعوا لها من بعد. السلام عليكم.